هلو على أجدع ناس. فيلمنا بيبدأ مع كيت ومايك وهم داخلين قاعة كبيرة عبارة عن لون واحد بس وهو اللون الأبيض، وبيبقوا متحمسين جدا ومبسوطين، وبيشوفوا قدامهم زرار البداية وبيشجعوا بعض علشان يضغطوا عليه. وبعدها بيسمعوا صوت المتحدث الآلي وهو بيشرح لهم القواعد، وبيقولوا إن هم هيفضلوا في المكان ده لمدة 50 يوم، ولو خرجوا هم الاتنين هيكسبوا 5 مليون دولار، لكن لو قرر حد فيهم إن هو يخرج مش هيكسب أي حاجة، أما الشخص الباقي هيكسب مليون دولار بس. وبيفرح مايك وكيتو بيضغطوا مع بعض على زرار التشغيل، وبيتقفل الباب وبيبدأ العد التنازلي في السعر الرقمي اللي في القاعة، وبيتفق الاتنين إن الفلوس هتتقسم بينهم بالتساوي، وإنهم هيعتبروا وجودهم في المكان ده فرصة جديدة لعلاقتهم مع بعض. وبعدها بتسأل كيت مايك عن اللي هيعملوه بفلوسه، فبيقول لها إن هو مش هيعمل أي حاجة غير إنه مش هيقلق من الفلوس تاني. فبتطلب منه كيت إنه يتكلم بجد شوية، فبيقول لها إنه هيحضر كل يوم حفلة وهيدخن سيجارة مع إيلون ماسك، وهيبني مدرسة للقرى الفقيرة اللي في إفريقيا، وهيدعم صوت المضطهدين والأقليات. وبيبقى بيتكلم بشكل هستيري وهو مبسوط ومتخيل إنه ال5 مليون دولار في إيده. فبتقول له كيت إنها تستثمر فلوسها، وبيبان إن شخصية مايك عكس كيت تماما، وده لأن مايك بيبقى شخص مرح وفوضوي، وده بيظهر في حبه لفن الشوارع والرسم على الجدران، وده على عكس كيت اللي بتكون شخص روتيني ومنظم ومسؤول. وبيتفرج كيت ومايك على باقي القاعة، وبيلاقوا الحمام وبيدخلوا علشان يشوفوه، لكن المتحدث الصوتي بيقول لهم إنه مش مسموح دخول الحمام غير لشخص واحد بس. وبعدها بيناموا على السرير اللي بيبقى برضه باللون الأبيض. وبيبقى مايك زهقان وبيشوف شاشة لمس على جدار القاعة، وبيلاقي فيها كل التعليمات اللي تخص التحدي، وبيلاقي قائمة الأكل، فبيطلب العشاء لكنه بينزل على هيئة علبة لونها أبيض وجواها لبن مخلوط ببروتين وبيبقى ملوش طعم وبرضه لونه أبيض. فبيتضايق مايك لكنه بيخمن إن الفطار هيكون أحسن. وبتظبط كيت المنبه بتاع الشاشة على الساعة 7، وبتسأل مايك لو الميعاد ده هيكون بدري بالنسبة له، فبيقول لها تظبط المنبه براحتها، وده لأنه في أجازة وهيصحى وينام زي ما يحب. وبيتغير نور القاعة في الوقت اللي بيقول فيه المتحدث الصوتي إنه جاي وقت الليل، واللي معناه وقت النوم. وبينام مايك وكيتي على السرير، وبيحاول مايك يدخل في علاقة مع كيت، لكنها بتكون خايفة من شخص اسمه البروفيسور بافلو، واللي بيبقى مسؤول عن اللعبة كلها، وبتخمن انه ممكن يكون مراقبهم. وبتدخل الحمام علشان تستحمى، وبعدها بتحط الغسيل بتاعها في مجرى للغسيل جوه الحيطة، وبتاخد لبس مختلف، وبيبقى اخيرا الحاجة الوحيدة الملونة. وبعدها بتبص في المراية وهي بتتكلم مع نفسها، وبتقول ان اليوم ده يومها، وانه هيبقى مليان بالحيوية والنشاط. وبتفضل تكرر نفس الجملة كنوع من التحفيز الذاتي. وبعدها بتخرج كيت من الحمام، وبتبدأ تمارين اليوجا والاسترخاء، وبيظهر ان هي بتحاول تعمل روتين يومي معين علشان تحافظ على صحتها النفسية. في الوقت ده بيبقى مايك زهقان جدا وما بيعملش اي حاجة غير انه بيراقب الشاشة الرقمية الخاصة بالوقت. وبعدها بيفضل يتكلم عن اللون الابيض، وانه يعتبر لون معدوم وما بيعبرش عن اي حاجة، وان الغرفة اللي هم فيها اسمها غرفة التطهير، لكنها في الحقيقة غرفة لا شيء. فبتحاول كيت تقنعه ان هو يبطل يبص في الوقت او الحيطة، وان هو يحاول ما يسرحش بافكاره على قد ما يقدر. وبعد شوية بيطلب مايك الاكل، وبيظهر ان وجبة الفطار والغدا هم نفس وجبة العشاء. وبتعدي الايام وبيلعب مايك وكيت مع بعض لعبة زي انهم يسقفوا في نفس الوقت، او يمارسوا تمارين رياضية، او حتى يغنوا، وده لحد اليوم ال23. وبيبقى كيت ومايك عملوا كل حاجة تقريبا، لكن كيت بتفضل محافظة على روتينها اليومي. في الوقت اللي بيبدأ فيه مايك انه ينهار، فبيقرر مايك انه يخرجها لبر القاعة علشان تقدر تعيش، لكن كيت بتقوله ان لو ضغط على الزرار هيبقى خرج من اللعبة. لكن مايك بيكون مصمم وهو شايل الحشرة كأنها بنته الصغيرة، وبيتضايق من كيت وبيقول لها انها شخص قاسي واناني. فبتقوله كيت ان هو بيقول لها كده لانها مش نباتية زيه. فبيقول لها مايك ان هو على الاقل ما بيقتلش الحيوانات علشان ياكلها. فبتقوله كيت ان ده غذاء الانسان الاصلي، وبتسأله عن عدد المرات اللي تعب فيها بسبب كونه نباتي، وبتكلمه وبتقوله ان السبب الحقيقي هو عشان يستفز والده الثري اللي عمره ما حرمه من اي حاجة، وعشان كده بيحاول يحرم نفسه من اي حاجة لانه مفتقد معنى الألم الحقيقي. وبتمشي وتسيبه، لكن غصب عنها بتدوس على الحشرة وبتقتلها، وبتعتذر لمايك اللي ما بيصدقش انها مش قصدها، وبيمشي وبيسيبها. وبعد شوية بيقرأ مايك في شاشة التعليمات ان هو ممكن ياخد جوائز في
مقابل جزء من الفلوس. فبيختار أول جايزة وبتكون عبارة عن قلم أخضر ألوان ب100,000 دولار من فلوسه. فبتتضايق كيت جدا وبتقوله إنهم من نصيبه هو، وبيفضل مايك يرسم على الحيطة وهو مستمتع. فبتطلب منه إن هو يرسمها، وبيبدأ مايك في رسمها لكن بالطريقة اللي هو شايفها بيها. لكن بعد كده بتطلب منه صورة عادية، فبيقول لها مايك إنها ممكن تبص على نفسها في المراية بدل ما تترسم رسمة عادية، وإن الرسم لغة تعبير مختلفة ومفيش أي متعة في إنها تكون نسخة من الواقع. فبتقوله إن هو بيقول كده علشان هو أصلا ما بيعرفش يرسم الرسم الحقيقي، وبتقوم وبتسيبه. فبيكمل مايك رسم لحد ما القلم بيخلص، وبعد شوية بتقرر إنها تعتذر لمايك وبتقوله إنها مضغوطة وإن الوضع أصعب مما هي كانت متخيلة. وبيسامحها مايك وبيناموا في حضن بعض. وبعد شوية بتقوم علشان تدخل الحمام، فبتنادي بسرعة على مايك اللي بيتصدم وما بيرضاش يقرب منه، وما بيعرفوش إذا كان فيه رصاص ولا لأ. وبيقرروا إن هم يتخلصوا منه، فبيحاولوا إنهم يحطوه في مجرى الغسيل، لكن المتحدث الآلي بيقول إنه ممنوع وضع أي شيء في مجرى الغسيل غير الغسيل. فبيقرروا يخبوه تحت السرير، وبيحس إنه ممكن يبقى البروفيسور بافلو بيلعب بيهم. وبتسأل كيت عن سبب كل اللي بيحصل ده، وليه ممكن حد يفكر في تحدي زي ده. فبيقول لها مايك إن البروفيسور بيعمل أفلام وثائقية، وإنه مهووس بالحالات الإنسانية في الظروف المختلفة، وإنه في آخر فيلم وثائقي قرر إن هو يحول بنت عادية لموديل عالمية، وبتبقى كسبت الفلوس بشكل جنوني. لكن في النهاية بيؤدي التحول المفاجئ في حياتها هي وأهلها لتدميرهم تماما، وبتموت الأسرة كلها. فبتتخض كيت جدا لأول مرة بتحس بالخوف. وبعد شوية بيقول المتحدث الآلي بإن معاه اتصال، وبيظهر فيديو من أخت مايك وهي بتتكلم معاه بعد ما بيطلب منها أصحاب التحدي إنهم يعملوا فيديو للمتسابق، وده علشان ما يكونش محروم تماما من العلاقات الإنسانية. وفعلا بيفرح مايك جدا أول ما بيشوف أخته اللي بتقول له إن وجوده في مكان زي ده فرصة كويسة علشان ينسى بيها كيت السامة، وكمان بتقول له يسامح نفسه وينسى شون. وبيظهر إن مايك اتأثر جدا، وبعدها بيتقطع الاتصال. وبتتضايق كيت بعد ما بتعرف إن مايك حكي لأخته عنها حاجة، وبعدها بيجي الاتصال التاني واللي بيكون لكيت. لكن كيت بتنهار وبتقول إن ما عندهاش حاجة وإنها مش عايزة تشوف أي حاجة. لكن بيظهر قدامها راجل عجوز بيتكلم وبيفكرها بذكرياتهم زمان مع بعض. وبتفضل كيت تصرخ وهي بتتألم، وبتحاول تقفل الجهاز لكن من غير فايدة، وبتقعد جنب الحيطة لوحدها وهي بتعيط. وبيظهر إنها افتكرت ذكريات وحشة، فبيحاول مايك إنه يخفف عنها. وفي تاني يوم ما بتقدرش كيت إنها تصحى من النوم، وبتكون مكتئبة جدا. وبتحكي لمايك عن اللي ظهر في الفيديو إن هو والدها اللي بياخد منها مصاريف البيت والمدرسة علشان يشرب بيهم. وبتقول إنها لما شافته افتكرت ذكريات عذابها معاه، وإنه دلوقتي في دار للمشردين. فبيحاول مايك إن هو يخفف عنها، وبيقول لها تطلب الجايزة بتاعتها، لكن كيت مش بتوافق. وبتقوله إنها هتقوم وهتبقى كويسة. وبعد شوية بتقوم كيت من على السرير، وبتطلب من مايك إن هو يطلب الجايزة التانية بتاعته، وبتدخل الحمام. وفعلا بيطلب مايك الجايزة التانية واللي بتبقى مقابل 250,000 من نصيبه. وفجأة بتدخل بنت جميلة لكنها ما بتكونش لابسة حاجة خالص، وبتخرج كيت من الحمام وبتتخض أول ما بتشوفها. فبيحاول مايك إن هو يبرر لها، وبيقول لها إن هو ما كانش يقصد إنه يجيبها، وما كانش يعرف إن جايزته التانية هتكون بنت. فبتطلب كيت منه إن هو يقلع التيشيرت بتاعه ويديهولها. وبيسألوها عن اللي قالوه لها عن المكان، فبتقول لهم إنها ممثلة نوم وطلبوا منها إنها تدخل من غير هدوم مقابل فلوس كتير. وبيظهر إنها ما تعرفش أي حاجة عنهم، وبيصدقها مايك بعكس كيت اللي ما بتكونش واثقة فيها وبتبقى غيرانة منها جدا. وبيجي ميعاد النوم وبيبان غيرة كيت وما بتكونش عايزة مايك يقرب منها. فبتقول لهم الممثلة إنها ممكن تنام على الأرض، لكن كيت بتقول لها إنها ممكن تنام جنبهم. وتاني يوم بتصحى كيت من النوم ومش بتلاقي الممثلة، وافتكرت إنها مشيت، لكن بيظهر إنها في الحمام. وبتفضل كيت عايشة طول الوقت في توتر وضغط بسببها. فبتقرر إنها تطلب جايزتها الأولى، وبتبقى عبارة عن حبوب هلوسة. وبياخد ال3 منها، وبيفضلوا طول اليوم عايشين في خيالات وتهيؤات. وبينام مايك من كتر التعب، وبيحلم بطفل صغير بيغرق وما بيكونش قادر ينقذه. وبيقوم من النوم وبيصرخ وبينادي باسم شون. فبتجري كيت عليه بسرعة علشان تهديه، وبتفضل تقوله إنها بتحبه وإن موت شون مش ذنبه. لكن مايك بيبقى في حالة هستيرية وبيبقى عايز يخرج من المكان اللي هو فيه، لكن كيت بتهديه وبتخليه ينام تاني. وبعدها بتقعد كيت مع الممثلة وبتكلموا مع بعض، وبتحكي كيت عن شون واللي بيكون أخو مايك. وبسبب حبوب
الهلوسة اللي أخدها من اليوم اللي كان قاعد معاه فيه ما قدرش ينقذه ومات غريق. وبتتأثر الممثلة جدا وبتفضل قاعدة لوحدها، وبتنام كيت جنب مايك اللي بيصحى بعد شوية وبيقعد مع الممثلة وبتحاول إنها تخفف عنه، وبتمسك إيده وبتنبهه إن اللي هم بيعملوه في نفسهم غلط، وإن الفلوس اللي هياخدوها في الآخر مش هتشتري لهم الحب أو هتعوضهم عن الأذى اللي بيحصل. وفجأة بتقوم كيت من النوم وبتحس بالغيرة أول ما بتشوفهم ماسكين إيد بعض وبتتخانق معاهم، فبيتضايق مايك منها بسبب عدم ثقتها فيه وبيمشي وبيسيبها. وفي تاني يوم بتصحى كيت وبتلاقي الممثلة اختفت، وبتفرح جدا وبتحس أخيرا بالراحة، وبتقوم من مكانها فجأة وبتلاقي جملة مكتوبة على الحيطة معناها إن مايك دخل مع الممثلة في علاقة. فبتتعصب كيت جدا وبتقول إن هو خاين، وبيحاول مايك يقول لها إنه ما لمسهاش لكن كيت ما بتسمعهوش، وبتفقد أعصابها وبتزقه بقوة على الأرض. وبينزف مايك وبيقول لها إن هو محتاج دكتور، وبيكون متألم جدا لكن كيت بتقوله إن النزيف هيقف، وبتحاول تهديه وبتضغط على الجرح اللي في راسه. فبيبصلها مايك بنظرة كلها احتقار وبيقول لها إن أصلا مش مهتمة بيه، وإنها مستعدة تسيبه ينزف في مقابل الفلوس، وإنها شخص أناني ما بيفكرش غير في نفسه. وبيقول لها كمان إنها بتشك في وفائه ليها على الرغم من إن هو فضل شهور مستنيها لما كانت مسافرة، وإن هو خسر كل أصحابه علشان يفضل قاعد معاها، وإنه كمان حس بالاكتئاب، لكنها بدل ما تقابل كل اللي عمله بالعطف والحب قابلته بالغيرة والخناق. وبيقول لها إن هو هيمشي من المكان ده وإنه مش مهتم بالفلوس، وإن الغرفة دي هي اللي حولتهم لوحوش، وبيطلب منها تيجي معاه لأنهم بكده بيخسروا بعض. لكن كيت ما بتوافقش وبتقوله إنه سهل يرمي الفلوس لأنه طول عمره كان مستمتع بيها، أما هي فعمرها ما حست زيه، وبتترجاه إنه ما يمشيش لكن بيصمم مايك إنه يمشي. فبتاخد كيت المسدس اللي تحت السرير وبتهدده بيه، وبيتخض مايك جدا لكنه ما بيخافش، وبينصحها ما تسيبش الغرفة تأثر على حياتها. لكن مايك بيكمل طريقه وبيدوس على الزرار وبيخرج من الغرفة، وبتفضل كيت لوحدها وهي منهارة وبتعيط. وبتعدي الأيام وبتكون كيت مش بتتكلم مع أي حد ولا بتعمل أي حاجة غير إنها بتنام، وأخيرا بتخلص مدة 50 يوم. وبعد فترة بيقابل مايك كيت صدفة وبتبقى خارجة من دار عائلة المسنين، وبتقول له مايك إنها كانت بتزور والدها، وبيفرح مايك بيها جدا بعد ما بيحس إنها اتغيرت، وبيتمشوا مع بعض شوية، واللي غالبا بتكون كيت اللي أخدت الفلوس وأنشأت بيها الدار. وبكده يكون خلص فيلمنا، ولو عجبكم فيلمنا ما تنسوش تشتركوا عندنا، وسلام.